اويلي، دراي، ميكسد، مختلط، تيرنينج، يتحول، كل دول نمرة 1 و2 و3 و4 اختيار ذا بروبر سان سكرين. أنا شخصيا أنا وعيلتي كلهم بياخدوا سان سكرين مصرية 100%، لأنه بضمن إنه طازة. يعني إيه طازة؟ هو في سان سكرين مش طازة يا دكتور عاصم؟ ده أساسا تبصوا تشوفوا الإنتاج إمتى. لما هتشوفوا الإنتاج إمتى دي مهمة، بس اختيار النوع إذا كان كريم ولا ليكويد ولا ده هيبقى البروبر مانجمنت. يا جماعه اختيار السان سكرين ده مهم جدا 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 جدا. انما اللي انا عايز اشرحها لكم دلوقتي في النوع ده كلهم لغايه دلوقتي الاربعه والخمسه اللي انا قلته لكم دول، تستخدموا جود وبروبر سان سكرين. الاويلي يستخدم السان سكرين بتاعه. كل الحاجات اللي هي مصريه دي ما شاء الله هتلاقوا منها في الصيدليه كتير. انما حته بس ال1,000,000 جنيه اللي هقولها دي فتحتيه، لما فتحتيه ما يقعدش كتير. عندك سان سكرين من السنه اللي فاتت حلو جميل، انما مش مفتوح. اول ما يتفتح يا جماعه ما بيقعدش كتير، للاسف الشديد يكمل له 3 شهور بالعافيه. مقفول ده يكمل معاك كتير. بروبر سان سكرين ده one of the best و one of the very important part من المانجمنت according to your code.